هنعمل النهارده عشوه حلوه قوي قوي قوي، بسيطه جدا وسريعه، مش تاخد منك ربع ساعه. هيفرحوا بيها اولادك جدا وهتسعدهم، ومكونات بسيطه جدا جدا في عمايلها. يلا معايا نخش المطبخ، اتعلمي واعملي بايدك ونشوف هنعمل العشوه الحلوه دي البسيطه دي ازاي. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل دلوقتي اكله تنفع للعشاء، ولو الناس بيحبوا الفطار الدسم، يعني الفطار الحلو اللي يبقى محبش ده، تقدروا تعملوه. عندنا ورقه جلاش اي نوع، ورقه جلاش اي نوع، تمام، النوع اللي انتوا بتفضلوه يعني. تمام، ادي ورقه الجلاش. هنبتدي نقطعها، ولا بقى هنقعد نفرد ولا اي حاجه خالص. شايفين قطعناها اهو بدون اي تعب وبدون اي حاجه. فرفتيها كده، تمام. عندك بقى صينيه صينيه اهي فيها سمنه كويس يعني، وبتبتدي تحطي الورق اللي هو بتاع الجلاش ده، تفرديه كويس جدا. اهم حاجه بس فكيه من بعضه عشان ما يبقى كل حاجه وصل لها الخلطه اللي انا هحطها عليه اهو كده. خلاص، هنبتدي بقى تقطعي الحاجه اللي انت عايزه تحطيها، اي حاجه عندك بقى، شوفي انت عايزه ايه. عندنا هنا فلفل، يعني في الحر بنحب نعمل اي حاجه خفيفه بسرعه، مش عايزين نقف في المطبخ كتير. فنعمل ايه؟ نعمل الاكله دي والايه، هاتولي طاسه، هاتولي صينيه، اي حاجه، مهم ان احنا نعمل حاجه سريعه. كده احنا قطعنا كل حاجه. لو انت عايزه حاجات تانية ممكن تحطي بصل، على فكره ممكن تحطي جرجير، اللي يعجبك. تمام، هنعمل الخلطه بقى اللي احنا هنحطها فوق الايه، فوق الجلاش بتاعنا اللي هو المقطع ده. تمام، عندنا هنا كوبايه لبن، عندنا بيضتين، ادي بيضه، ادي التانية، عندنا ملح وفلفل. انا بحب الملح والفلفل، بحب الفلفل اكتر يعني. وهنضرب ده كله مع بعضه، وهنبتدي نسقي بيه الايه، الجلاش بتاعنا. هنبتدي نسقي بيه الجلاش بتاعنا. هنبتدي بقى نحط الايه، الخضار اللي احنا قطعناه، فلفل
اكله في منتهى الجمال وسهله وسريعه ومش مكلفه، وتبسط اولادك جدا جدا يعني. على فكره ممكن تحطي سجق، يعني شيء يرجع لك بقى، يبقى طعمها في منتهى الجمال ولطيفه يعني، مش هتضايقك ولا حاجه. عندنا كمان الموتزاريلا. اللي مش حابب موتزاريلا ممكن تحطي جبنه رومي، تحطي شيدر، اللي يعجبك يعني، اللي الاولاد بيحبوه. وهندخله فرن على 180 عشان يستوي. وما يستوي من تحت ونلاقيه احمر، هنقوم فاتحين له الشوايه شويه عشان الدنيا تحمر وتبقى لطيفه. اشوفكم بقى لما تخرج من الفرن. شايفين الحلاوه دي؟ ايه رايكم؟ ما كملتش اقول لكم ايه، ربع ساعه في الفرن. شايفين؟ نقطعها بقى ونشوفها، اوريها لكم في اول الفيديو ان شاء الله وهي متقطعه، ونشوف هتبقى شكلها ازاي من جوه. والله جميله جدا وموفره وهتعجبكم. لو اول مره تخشوا قناتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدي. نورتوني وشكرا على المشاهده.